انت لسه بتدور على موبايل فلاج شيب بكاميرا خرافية؟ طب ايه رأيك في موبايل جاي من اليابان، بس مش اي موبايل، ده من شركة سوني. والله سوني راجعة بقوة، وموبايلها الجديد سوني اكسبريا 1 في اي ال الجيل السابع داخل ينافس الكبار. تعال بقى نشوف مع بعض ايه اللي بيميزه وعيوبه، وهل يستحق سعره. بس قبل اي حاجة دوس لايك الحلو كده بتاعك، واشترك في القناة لو كنتش مشترك، ويلا بينا على بركة الله. أول حاجة هنبدأ بيها هي التصميم. الموبايل حافظ على نفس التصميم بتاع الجيل اللي فات، مفيش تغيرات كبيرة، وده لأن سوني بتحب الاستمرارية في الشكل. وزن الموبايل 187 جرام، يعني خفيف جدا مقارنة بموبايلات ايفون وسامسونج الجديدة. سمكه 8.2 ملي، والظهر مصنوع من الزجاج القوي، والإطار من الألمنيوم. يعني الجودة بصراحة ممتازة، وبيحسسك إنك ماسك جهاز فخم كده. كمان الموبايل مقاوم للمية والأتربة بمعيار ال IP68. بس هنا سؤال ليك، تحب سوني تغير في التصميم ولا تفضل تبقى محافظة على ستايلها؟ شاركني رأيك في الكومنتات. الموبايل متوفر بألوان جديدة زي الأخضر والأسود، وكمان لون اسمه أوركيد بيريل، لون شيك كده جدا جدا. بالنسبة للكاميرا الأمامية، سوني فضلت تخليها جوه الإطار العلوي بدل الثقب اللي بنشوفه في أغلب الموبايلات، وده خلى الإطار العلوي تخين كده شوية. نيجي بقى للشاشة. الشاشة هنا من نوع أوليد، ده حجمها 6.5 إنش بدقة 1008 في 2340 بكسل، ونسبة العرض 19.5 إلى 9. وطبعا 4K مش موجودة المرة دي، بس الشاشة بتدعم ال 120 هرتز ومليار لون و HDR. وكمان محمية بطبقة جوريلا جلاس فيكتس 2. يعني سطوع الشاشة مش الأفضل في الفئة دي، بس بشكل عام هتستمتع وانت بتتفرج على أي محتوى. البطارية هنا جاية ب5000 ملي أمبير، نفس اللي كانت في النسخة اللي فاتت. أداها كويس وتكمل معاك يوم كامل استخدام متواصل. والشحن حوالي 30 واط، يعني بيشحن 50% في نص ساعة، وده يعتبر بطيء مقارنة بالمنافسين. بس في شاحن لاسلكي 15 واط، وده حاجة كويسة كده. نروح بقى للأداء. المعالج هنا جايب سناب دراجون 8 جيل التاني، مع نسخة واحدة بس 256 جيجا مع تخزينه مع 12 جيجا رام. وفي كمان فتحة مايكرو اس دي، وده نادر جدا في الفلاج شيب. أداء الموبايل ممتاز في الألعاب، وبيجيب لغات محترمة على منصة انتونتو. بس في موبايلات جايبة أعلى منه زي ايكو 13، بيشتغل بنظام 15 مع 4 سنين تحديثات، والنظام خام جدا، يعني سهل وسلس وسريع جدا في التصفح والتنقل بين التطبيقات. الكاميرات. الكاميرات هنا جايب ب3 كاميرات في الظهر الأساسية 48 ميجا بكسل بمستشعر ال IMX 888، والعدسة التليفوتو بدقة 12 ميجا بكسل، وبتدعم زوم بصري لحد 3.5 اكس. والكاميرا الواسعة 8 ميجا بكسل. الصور في الإضاءة العادية ممتازة، والنطاق الديناميكي رائع جدا، وفي الإضاءة الضعيفة الصور برضو نظيفة ومليانة تفاصيل. كاميرا الزوم كمان بتقدم صور واضحة والتفاصيل مظبوطة، والضوضاء قليلة جدا. الكاميرا السيلفي طبعا 12 ميجا بكسل، وبتطلع صور بشرة طبيعية وألوان حلوة وتفاصيل واضحة. بالنسبة للفيديو، للتصوير بيصور 4K بمعدل 120 فريم في الثانية، إطار في الثانية. بكاميرا الظهر والسيلفي بتصوير ال 4K ب 60 فريم في الثانية. يعني الفيديوهات هتبقى احترافية. السعر هنا بيبدأ من حوالي 1500 يورو، وده رقم كبير جدا. طيب لو رحنا للمميزات. المميزات هنا بيجي بتصميم فخم كده وفخامة ممتازة، وزر مخصص لتصوير الكاميرا، ومدخل سماعة 3.5 مللي، وفتحة مايكرو اس دي، تطبيق كاميرا احترافي، وتصوير 4K بكاميرات متعددة، وكاميرا سيلفي ممتازة. طيب العيوب. العيوب إن في نسخة واحدة بس من 256، يعني مفيش 128 ولا حتى 500 جيجا. وسرعة الشحن قليلة جدا طبعا بالنسبة للمنافسين، والسعر عالي مقارنة بالمنافسين، طبعا يعني حاجة مش كويسة. طب قولوا لي بقى، هل شايفين إن السعر ده يستاهل كل المميزات دي؟ ولو معاك المبلغ ده تشتري إكسبريس وان ولا تروح لحاجة تانية؟ وسؤال كمان، تحب أشوف لكم مقارنة بين الموبايلات دي وأقوى موبايل فلاج شيب تاني؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وشكرا لك يا أبطال، ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، واستنونا الفيديو الجاي جامد بإذن الله، ويلا سلام.